الشباب، المهم انها تمثل رأي عام واحتياج. وانا اعتقد ان لهم حق كبير في مسألة ان الراتب فعلا، او خلينا نقدر نقول الدخل والحقوق غير كافية. انا اللي يعني اتحفظ عليه، طبعا انا اقول مع زيادة الدخل للمواطن لا شك هذه، اوكي، لكن انا اتحفظ على ان المواطنين للاسف وضعوا كل احتياجهم في الراتب فقط. احنا نحتاج اكثر من كذا كمواطنين في هالبلد الغني، وانا بذكرها في الارقام. ليش احنا نقول الراتب ما يكفي؟ في اشياء كثيره ما تكفي عندنا. المطارات لا تكفي، القضاء لا يكفي، الشوارع بالنسبه لنا وعمليه التنقلات والنقل العام لا يكفي، الملاعب الرياضيه لا تكفي، العنايه الصحيه في البلد لا تكفي، العنايه في المعاقين لا تكفي، العنايه في المتقاعدين لا تكفي. كل البلد إذا فصلتها تجد أننا كلنا في احتياج. ككماليات ولا أساسيات؟ لا كأساسيات. أنا أتكلم في الأساسيات. يعني مثل القطاع الصحي في المملكة، وأنا حذكرها لك بالأرقام. المملكة الآن تقريبا سكانها يمكن الآن وصلنا مع الأجانب 29 مليون. زين؟ وبالتالي طبعا أنا أرجع وأكد أنه حتى السكن لا يكفي، والسكن هذه مشكلة أزلية كبيرة. فخلنا بركز باخذها واحدة واحدة. باخذها على 4 حاجات: السكن والصحة والنقل والتعليم. هذه أسوأ خدمات نحصل عليها في هذه البلد صراحة موجودة. يعني السكن الآن 60-70% لا يحصلون على السكن، والتكلفة عالية جدا. يعني الآن المتر ب 3000 ريال و2000 ريال و2500. وزارة الإسكان ما شفنا شيء على الأرض إلى الآن، وعود ولجان وإلى آخره. أنا سويت إحصائية بسيطة على الرواتب. متوسط الدخل للمواطن السعودي الآن 7800 حسب مؤسسة النقد الدولي. متوسط الدخل ترى بنمسكها واحدة واحدة. نقول 7800. 7000 هذا متوسط الدخل. 7800. أنا بقول 8000. طيب. بزود 200. طيب إذا صار 8000، افترضنا أن المواطن زاد دخله 50%. 50 يعني كم تصير؟ 4000 ريال. يعني كم تصير في السنة؟ تصير تقريبا 48000. يعني تصير في 10 سنوات 480,000. 10 سنوات 480,000. في 20 سنة 980 ولا 990,000. ما كملت مليون حتى ال 20,000. 20 سنة. هذا مع المتوسط. هذا الماجوريتي للناس. اي طيب لحظة راشد، في جزئية مهمة. أنت تتكلم أنه في حالة زيادة الرواتب 50% لا يكفي. يعني حتى لو زادوا 50% لن يكفي الناس حاجتهم، لأنه في أساسيات مهمة. أن المواطن الآن دخله وراتبه يضيع في حاجات أساسية كان على الدولة توفرها، مثل العناية الطبية والسكن والتعليم والنقل. من هو البلد اللي في العالم ما في نقل عام؟ بلدنا. والدليل الآن النقل العام، المترو اللي صار في الرياض كمثال فقط، وقع في الرياض الآن بيكلف 84 مليار. طبعا 84 مليار هذه كاننا بنحل حق 50 سنة ماضية. من الأساس ما كان فيه، وهذا غلط فادح. طيب بس خلي المترو على جنب، لأنه محور. أنا بربطهم مع بعض، لأن الحاجات الأساسية للمواطن وشي. أنت لو ترجع حتى لإبراهام ماسلو في الحاجات الأساسية للإنسان، هي الحاجات الأمان وشو فيه في الإنسان؟ يعني أنا لما أشعر بالأمان في نفسي وفي هالبلد، من وين يجي؟ إني أوفر السكن والصحة والتعليم والدخل الجيد. أنا أتكلم عن حاجات أساسية مفروض موجودة. يعني حتى لو زادوا الحين الراتب 20 ولا 30%، ما انحلت المشكلة. لسه باقي احتياجات المواطن: الصحة والتعليم والسكن والنقل. لازم أكررها أنا، ما بعد دخلت في تفاصيل أخرى طبعا لا تنتهي، لكن خليني أكمل لك على هذه. تفضل. طبعا أنت بعد 20 سنة بيزيد دخلك 990,000 أو 980,000 في ظل ظروف لازم يصير الظروف ثابتة. يعني طبعا خلال 20 سنة حيزيد الأسعار، سنة الحياة في الاقتصاد. يعني خلال 20 سنة مثلا تآكل قيمة الريال السعودي بأكثر من 30%. 20 سنة وليست 40 سنة. تآكلت القوة الشرائية للناس. يعني وبظرف أنه الأسرة، أنت لسه متزوج، عندك ولد طفل ولا طفلين، بعد 20 سنة شو بيصير؟ زادت المطالب، عندك 4، زادت المطالب مع التعليم ومع إلى آخره. فبالتالي دخلك يلا يكفيك. يعني حتى لو زاد دخلك، أنا أقول أن مسؤولية الدولة متنوعة ومتعددة. أن الدولة لم تكفي حاجة المواطن لا في السكن